ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وتاني حاجة يلا اشتركوا في القناة عشان توصل لكم كل فيديوهاتي. النهاردة هنعمل مع بعض مجسم لبيت ريفي قديم او واجهة بيت ريفي. يعني انا حاولت على قد ما قدرت ان انا اقلل لكم مدة الفيديو ده، فيعني مليان تفاصيل كتير، بس ان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم. فيلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول. اول حاجة معايا جبت قطعة فوم نحت سمك 5 سنتي، وقطعتها 30 في 27 عرض، وابتديت بقى ارسم عليها البيبان والشبابيك وقطعتهم زي ما انتم شايفين كده. قطعت الواجهة وسبت الجزء الخلفي بس. جبت بقى الستيكس بتاعت الايس كريم دي، وابتديت اقطع بمقاسات 4 سنتي زي ما انتم شايفين كده. بظبطها بس عشان ايه، اقطع منها التانية. وابتديت اجمع كل 5 مع بعض، وزي ما انتم شايفين بلزقهم بالامير. خلاص خلصت لزق، ابتدي بقى اصنفر واظبط بس المقاسات من الظهر. هتعرفوا بعد كده دي بتاعت ايه. وبعدين هقطع مناديل زي ما انتم شايفين كده، وبشوية مية متدوب فيهم غيره، شغال زي ما انتم شايفين كده بالظبط، عشان اضيع اي شكل يعني ان هما متركبين في بعض الستيكس دي يعني. هسيبهم بقى ينشفوا خالص، وبعد ما ينشفوا هديهم وش غيره، واسيبهم برضو ينشفوا ونخش بقى على المجسم نفسه. هبتدي عايز اعمل قوايم للباب عشان الباب لما يتفتح يبقى فيه شكل مدخل من جوه كده او حاجة، يدي شكل بس القايم بتاع الباب. كنت حابب اشوف المنظر يبقى عامل كده يعني. زي ما انتم شايفين فرغت الدنيا من جوه، وابتدي بقى ايه، اصنفر كده. طبعا الواجهات بقى، واجهة الباب وواجهة الشبابيك. ادينا بنعمل الشبابيك اهو. هجيب بقى قطعة من الستيك كده وابتدي ايه، اخربشها واقطع فيها بالقطر، وبسن اي حاجة ابتدي ادوس عليها عشان ادي الشكل بتاع الخشب، واجي من فوق الباب واقطعها، عشان دي الاماكن اللي انا هرسم عليها الطوب الحجري اللي احنا هنعمله، وفي نفس الوقت هلزق الخشبة دي فوق كده فوق الباب بس. وابتدي اجي على الاماكن اللي انا عايز فيها يبقى الحجر بتاعي اللي مبني بيه البيت باين. هبتدي ايه، اقطع كده شوية منه. هعمل كده بقى في ايه، في الاماكن اللي انا هرسم فيها الطوب الحجري ده. هجيب بقى اي قلم وابتدي ايه، ارسم بمقاسات مختلفة. عادي يعني، مش مقيد نفسي بمقاس معين للطوب الحجري. وبسن القلم كده زي ما انتوا شايفين بفرغ الايه، العلامات اللي انا معلمها دي. هنا بعد ما خلصنا بقى ورسمنا ايه، الطوب كله اللي هيبقى باين من البيت. هبدأ بقى الستيكس اللي احنا عملناها في الاول دي هتبقى العواميد اللي بتبقى في البيت من فوق، وابتدي اعلم كده عشان تبقى كلهم ايه سوا واحد. وبالغيرة طبعا بلزق في الاماكن اللي انا معلمها، اعملهم بقى بمقاسات متساوية يعني وبركب. جبت الستيكس العريضة وقطعت كذا مقاس عشان ابدأ اعمل الشبابيك بقى. عملت القوايم بتاعت الشبابيك زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نلزقهم بس، هلزقهم من غير ما الزقهم في المجسم، يعني انا بس ايه بلزقهم في بعض من غير ما الزقهم في المجسم دلوقتي.
لسه شوية. زي ما انتم شايفين بعمل كله بالغيرة. بصوا برضو بسن اي حاجة بعلم في الخشب عشان يبان ايه الحاجات اللي بتبقى في الخشب دي، العروق والكلام ده. هبدأ زي ما انتم شايفين بقى الزقها في الايه، في القوايم اللي احنا عملناها. مقطع ستيكس مقاسات صغيرة خالص، وعملت المنظر اللي انتم شايفينه ده. ابتدي بقى اركب قوايم الشباك نفسه. الاجزاء دي الاجزاء اللي فوق وتحت وفي نص كل شباك. بلزق بالغيرة على طول وبركب. هاجي بقى بقطعة فويل، ابدأ اعمل في الطوب كده، وفي بعض اجزاء المجسم هعمل برضو بنفس الفويل بنفس الطريقة كده. شايفين هيدي شكل. نعمل الباب بقى. جبت الستيكس العريضة بتاعت الايس كريم، وابتديت اقطع برضو اقطعهم بالنص، وقمت ايه ملزقهم في بعض بنفس اللي انت شايفينه. المقاسات الطولي ليها عشوائية للستيكس دي، يعني انا مش عايز الباب يبقى من فوق ومن تحت متساوي بنفس المقاسات. ابتديت اقطع زي ما انت شايفين، جزئين من فوق وركبتهم، وجزء في النص قطعته برضو بطريقة عشوائية جدا، وعملت الأكرة بتاعة الباب. ابتديت ألزق. نعمل بقى الخلطة السحرية، شوية غيرة على شوية جبس، ونخلط. وابدأ بقى اعمل واجهة البيت كله. دي المصطبة. قطعت قطعة من الفوم النحت، وهبتدي بقى ايه اظبطها كده من الطروف بتاعتها زي ما انتم شايفين. بصوا الباب بقى بعد ما خلصناه، عملت كل الديتيلز دي او التفاصيل اللي فيه دي بالقطر نفسه، وبظهر القطر برضو ايه عشان تبان العروق اللي في الخشب بتاع الباب. وعملت الارضية بتاعتي. الارضية دي عامة عمق 21 سنتي. ابتديت اجيب الغيرة واديها وش بالكامل. ادي الارضية كلها وش بالكامل واسيبه ينشف. وبعدين قمت لازق المصطبة بتاعتي في الواجهة بتاعت المجسم، وهديها برضو وش غيرة واسيبها تنشف خالص. كل ده بيديني متانة. هجيب بقى اللزق بتاع الدهانات، واجيب لون لبني. زي ما انتم شايفين انا لازق من فين، عشان البيت يبقى لونين، فتبقى الدنيا متظبطة معايا، وشغال باللون وبالمية، حبة كده وحبة كده. شايفين بعد ما خلصنا، بصوا من جوه. بص تفاصيل الباب حلوة ما شاء الله، طلعت حلوة. عملت البيت كله من ورا ومن قدام ومن الجناب. هجيب بقى لون ابيض واحط عليه ايه نقطة كده، اللي هو الاصفر الجملي. ونبدأ ايه نشتغل على بقية البيت من فوق برضو بالمية وباللون. كده احنا خلصنا. هجيب بقى لون سينا غامق، وابتدي اعمل بيه الشبابيك، واعمل بيه العروق اللي متركبة فوق اللي هي دي، والبيبان طبعا، والقطعة الستيك الخشب اللي فوق الباب. هجيب بقى لون بني محروق، وبسن اي حاجة رفيعة هبتدي الطش في ايه في الخشب اللي احنا عملناه كله. بصوا فرق ازاي في الشكل. كده احنا خلصنا كل الخشب اللي في المجسم. هنجيب بقى اللون الاصفر الجملي. زي ما انتم شايفين انا واخد نقطة على ابيض كتير، انا عايز بس ايه يديني لون كريمي كده شوية. وهبتدي اعمل الطوب بتاعي كله والاماكن اللي محفورة في المجسم. بصوا بعد ما خلصنا عملنا الطوب
وعملنا حتت في المصطبة من اللي متكسرة، وحتت في الجناب، شوية تفاصيل كده. هجيب اللون الجراي، اللون الرمادي، وابدأ بقى ايه، شغال بالمية وبمسح بالمنديل، اشتغل وامسح. اللي هو انا عايز بس تبقى متلطشة، بس متلطشة حلو زي ما انتم شايفين كده. وبعدين هغمق اللون الرمادي، هزود عليه اسود، وفي المية برضو زي ما انتم شايفين، وبنفس الطريقة. حابة امسحهم وحابة اسيبهم في اللون لما غمقته. بصوا بعد ما خلصنا هتشوفوا جبت لون اصفر ولون بني ودمجتهم، وبرضو اشتغلت زي ما انتم شايفين مناديل واللون. سيبكم الكلمة اللي مكتوبة دي هنغيرها. بالخلطة بقى اللي احنا عملناها هبتدي ادي المجسم برضو وش، والزق برضو ايه المجسم بتاعي من فوق في الارضية بتاعته. بصوا بعد ما نشفت جبت بقى الاصفر الجملي، وابتديت اشتغل على الطوب وعلى الوجه بالمية برضو، وبمسح بالمنديل. بصوا بعد ما نشفت هجيب بقى على اللون الاصفر الجملي، هحط عليه ابيض، وبرضه اشتغل على الواجهه شويه. وبعدين بقى ايه، نلزق الطينه بتاعتنا شويه غيره، وبحط عليها الطينه زي ما انتم شايفين، وهدوب شويه غيره في ميه، وابتدي ايه من فوق الطينه كده زي ما انتم شايفين بالفرشه. بصوا بعد ما خلصنا هجيب بقى صورة الكعبة وابتدي افرغها وارسمها على المجسم بتاعي، ولونتها سهلة. وبرضه جبت ايدين كده عشان تبقى ايه كأنها دم مكان الذبيحة وبتاع. نعمل بقى الزرع. هجيب الخيط الخيش ده وافكه، وابتدي اقطع منه بقى قطع صغيرة جدا، وابتدي اعمل منه ايه الدرجات الاخضر، وشوية احطه زي ما هو بلونه. عايز افتح بزود اصفر، عايز اغمق بزود ازرق، وبحط شوية مية صغيرين قوي، وابتدي ايه احط فيهم اللي احنا قطعناه ده، وانشفه، بس ما تنشفوش على مناديل عشان ما يلزقش في المنديل، وتسيبوه ينشف خالص. بصوا ركبت النخلة، هحط لكم في الديسكريبشن او في الوصف الفيديو بتاع النخلة. وبعدين بقى ايه، عايز اركب الزرع، بحط شوية طينة تاني وبالمية بتاعت الغيرة، واقوم ايه مدخل الزرع اللي احنا عملناه، وبالامير بقى عشان ايه يمسك جدا، وهتلاقوه بقى ناشف. الزير ده انا عملته، ما يعني لو محتاجين اوريكم اتعمل ازاي قولولي في الكومنتات واعمل لكم فيديو ليه. وبعدين اخر حاجة بقى احط الغيرة من فوق، واركب القش اللي بيبقى من فوق البيت ده، وكده دي يعني تبقى نهاية الفيديو بتاعنا. يعني يا رب فعلا تكونوا اتبسطتوا واستفدتوا. فيعني لو اتبسطتوا واستفدتوا ما تنسوش بقى السبسكرايب واللايك واحلى كومنتات، وان شاء الله اشوفكم قريب جدا في فيديو جديد. سلام.